هو أنا لو فضلت أقرا كتب كتير هابقى مثقف؟ طب لو فضلت أقرا كتب كتير متنوعة، تاريخ بقى على فلسفة على أدب على دراسات على غيره، هابقى مثقف أوي؟ هل أنا لو فضلت أقرا كتب كتير لمدة طويلة هابقى مثقف جدًا أعرف أتكلم كلام زي الجماعة اللي بيطلعوا في البرامج أو البوستات الفيسبوك الطويلة اللي باشوف فيها تحليلات عميقة دي؟ أنا الموضوع ده بالنسبة لي رأيي اتغير فيه كتير على مدار العمر يعني، بما إني بدأت أقرأ وأنا صغير جدًا. وبدأت أقرأ بانتظام وأنا إلى حدٍ ما برضه صغير، لكن في مرحلة بدائية يعني في حياتي وعلاقتي بالقراءة كنت شايف إن اقرأ، واقرأ كل شيء بيقع تحت إيدك، كنت باقرأ كتب في الفلسفة وكتب لمؤلفين يعني أو كُتّاب، أنا شخصيًا بعد كل العمر ده من القراءة لو دخل تقريبًا قرّب على 30 سنة يعني، لو جيت قريت لهم دلوقتي مش هافهم هُم بيقولوا إيه، كنت باقرأ وقتها وأنا مش فاهم برضه هُم بيقولوا إيه. بس لازم أقرأ، أنا لازم أبقى أكون مثقف، أكون شبه الناس اللي أنا باحب أسمعها في التلفزيون أو أقرا لها دي، هُم بيعملوا إيه؟ أكيد بيقروا، وطبعًا مش محتاج أقول إن بعد شوية اكتشفت إن الكلام ده أي كلام، وإن أنت محتاج تقرا طبعًا، تقرا كتير وتعرف حاجات كتير، بس فكرة إن أنت تقرا حاجة وأنت مش مستوعبها خالص، مش فاهم حتى المجال ده، أو تبدأ مثلًا حاجة في الصوفية وتقرا ابن عربي، أو تبدأ حاجة في الفلسفة وتقرا هيجل مثلًا أو هيدجر. فأنت كده بتعُك يعني، يعني في حاجات لازم تبدأها الأول، بس بعيد عن الترتيب وإن أنت تاخد بحاجة سهلة تأسّسك في المجال ده، أنت عملت ده وبقيت تقرأ وبقيت فاهم في الفلسفة وفاهم في التاريخ وفي الأدب وفي الأديان، هل بقيت مثقف؟ السؤال ده يعني بما إن كان هدفي إن أنا لمّا بدأت أقرأ إن أنا أبقى مثقف وأعرف أتكلم وأقول كلام تقيل كده وموزون زي الناس اللي أنا باشوفها، فما أقدرش أقول إن أنا القراءة هي اللي خلّتني أعمل كده، لإن أنا كتير في حياتي قابلت ناس بيقرأوا أكتر منّي ككمية، وبيقرأوا في حاجات معقدة أكتر من اللي أنا قريت فيها، لكن ما أظنش يعني إن في تعاملهم في الحياة العادية حتى مع الناس اللي حواليهم حد قال والله ده دايمًا رأيهم يعني محتاجين نسمعه، أو حتى لو مختلف معاك في الرأي بس أنت بتقول شيء ما موزون، فهل القراءة مش هي اللي بتوصّل لده؟ فعليًا القراءة لوحدها مش هتوصّلك لده، من غيرها مش هتوصل لده، فهي توصّلك كأداة مساعدة، خلّينا نقول كأداة منظمة لحاجات كتير بقى هي اللي تخلّيك فعلًا لو عايز تبقى مثقف هي اللي تساعدك تبقى مثقف، زي التجارب، ومش التجارب بس إن أنت تمُر بيها لإننا كلّنا طول الوقت بنمُر بتجارب، لكن تجارب تمُر بيها وتتأمّلها، ودايمًا تسأل نَفْسك كام سؤال كده، هو أنا ليه دخلت التجربة دي أو إزاي دخلت التجربة دي، وإيه حصل في التجربة دي، وكيف انتهت هذه التجربة؟ يعني ال3 أسئلة دول أو ال3 مراحل دول بأسئلتهم هم اللي يخلّوك فعلًا تراكم خبرات من التجارب اللي أنت بتعدّي بيها في حياتك، أو تجارب الناس القريبة منّك اللي أنت بتقدر تشوفها عن قُرب، فلمّا تسأل برضه نَفْسك عن تجاربهم بمراحلها بالأسئلة المتنوعة دي، فأنت هتراكم خبرات كويسة جدًا. فالتجارب والخبرات الحياتية دي حاجة مهمة جدًا، جدًا عشان تبقى بني آدم مثقف، لإن هي اللي هتخلّي ليك وجهة نظر بتاعتك. القراءة مهما كانت عظيمة ومهما كانت في مجالات أو لكُتّاب عباقرة، في الآخر أنت بتكوّن وجهات نظر من الكتب بتاعتهم، مش بتاعتك، بتاعتهم، حتى لو اعترضت على جزء وخدت جزء، في الآخر مش بتاعتك. لكن لمّا يبقى عندك الأساس المعرفي ده من القراءة، واطلعت على تجارب ناس ووجهات نظر ناس يستحقوا القراءة فعلًا يعني والمتابعة، وتيجي أنت تمُر بتجاربك وتتابع تجارب القريبين منّك وتتأمّلها كويس، هتلاقي في وجهة نظر. يعني ما أنا باقول إن الثقافة هي وجهة نظر، إن أنت شخص تمتلك وجهة نظر قايمة على أُسس، قايمة على قواعد تقدر تشرحها، ووجهة نظر هنا مش بتاع والله أنا وجهة نظري في الموضوع ده كذا، لأ ده كلام قهاوي يعني، لكن وجهة النظر لمّا تيجي تقول لحد أنا معترض على فكرة
إن مشكلة المجتمع المصري مثلًا التعليم بس، فتقدر تقول ده وجهة النظر دي مبنية على إيه، 1، 2، 3 والواحد وال2 وال3 دول جايين منين؟ يعني على قد ما تقدر تعمل معطيات للمعطيات بتاعتك، فدي معناها إن أنت عندك وجهة نظر، دي معناها إن أنت مثقف، دي معناها إن أنت عرفت تجمّع معرفة من الكتب، خبرات من الحياة والتجارب، فهنا أنت بقى عندك وجهة نظر، هنا أنت بقيت مثقف. بشكل تفصيلي بقى يعني هيبقى مهم بالنسبة لي برضه أو ده اللي أنا باشوفه، إن أنت عشان تبقى مثقف فعلي بقى وحقيقي فعلًا، أنت مهم يكون معرفتك دي قراءتك اللي خدتها دي من حاجات مرتبطة ببلدك، بلغتك، يعني الناس اللي باشوفها طول الوقت بتقرا أدب مترجم أو بتقرا بالإنجليش حتى من غير ترجمة، أو بيقروا مثلًا دايمًا لكُتّاب غربيين حتى لو يعني مش أدب مترجم ولا حاجة أو فلاسفة قصدي أو مفكرين غربيين. يعني أنت في الآخر ما بتعرفش حاجة عن مجتمعك، فبالتالي لمّا تمُر بتجارب اللي هي في المجتمع اللي أنت عايش فيه بالمناسبة يعني لو ده هيفاجئك، فأنت محتاج حصيلة معرفية برضه بنت المجتمع ده وتم إنتاجها على أساس تجارب وتاريخ المجتمع ده، فهتلاقي برضه أنت عندك انفصال، فأمّا تيجي تتكلم أو تيجي تكتب، تيجي تناقش، فلأ، في gap كبير أوي، أوي ما بين اللي أنت معتقده عن نَفْسك وما بين اللي بيطلع من بُقّك، من عقلك، من أفكار وكلام. فمحتاج بقى أمّا تيجي نتكلّم في شكل الكتب أو القراءة، تنوّعها طبعًا يعني مع احترامي للناس اللي ما بتقراش غير روايات دي، ده كلام جميل ولطيف ومسلي يعني، لكن القراءة مش روايات بس، ومش فلسفة وتاريخ بس، هي التنويعة دي. فأنت مهم تنوّع، ومهم تنوّع كمان ويبقى جزء كبير من قراءتك دي منتمي للمجتمع اللي أنت عايش فيه بشكل أساسي، والتجارب كمان مهمة إنها تكون مش هاقول حقيقية بقى مش مزيفة والكلام ده، بس نابعة منّك برضه، يعني أنا أمّا بادخل الخطوة دي بادخلها علشان أنا عايز أجرّب ده، عايز أشوف ده، عندي فضول أو شغف ناحية الحاجة دي، وباعملها بقناعتي، فواحدة واحدة هتبدأ فعلًا تمُر بتجربة تستفاد منها، كلّنا مرّينا بتجارب وبنحس إن لأ لمّا تيجي تتكرر تاني أكنّك بتدخلها لأول مرّة، هو ده التعريف الحرفي يعني إن أنت مرّيت بتجربة ما استفدتش منها، فعشان تستفاد من التجربة شرط مهم كمان مع الأسئلة اللي أنا كنت باقولها إن تكون التجربة دي نابعة منّك أنت، أنا قررت إن أنا أبقى صحفي أو أبقى كاتب أو أبقى سيناريست علشان أنا كنت شغوف بده جدًا، ما كنتش عايز أقلد حد، ولا كنت مثلًا عارف إن مجال السينما ده بيكسب فلوس كتير أوي، ولا مثلًا مجال الصحافة ده هيخلّيك ليك علاقات وبتعرف تخلّص مصالحك وحياتك أو الناس بتلجأ لك علشان المعارف، خالص، أنا كنت شغوف بده وعندي فضول ناحيته، فبالتالي أقدر أستفاد وأراكم خبرات وتجارب من الموضوع ده. فهنا نقدر نقول ده المثقف، اللي هو تعريفًا يعني واختصارًا هو تعريف عمنا العظيم يعني محمود السعدني، إن المثقف هو شخص يمتلك وجهة نظر كوّنها بناءً على قراءاته، واتخذ على أساسها مواقف في الحياة كمان، يعني أنا قريت الجملة دي زمان وما فهمتهاش أوي تطبيقيًا إلا أمّا مرّيت أنا بالرحلة والتجارب، وعرفت إن والله فعلًا القراءة لوحدها ما كانتش هتضيف لي كتير، في ناس بتقرا أكتر منّي بكتير. ده لو مجازًا يعني أقدر أقول على نفسي مثقف يعني، لكن اللي فادني فعلًا إن أنا قدرت أمُر بتجارب مع القراءة، فبقى عندي وجهة نظر، وعلى أساس وجهة النظر دي الواحد طول الوقت بيحاول ياخد مواقف يكون متّسق فيها مع قناعاته، فلو أنت بتعمل ده أيًا كان حجم قراءاتك، فأنت مثقف ومثقف حقيقي، وبالنسبة لواحد زيي فأنت مثقف أكبر بكتير من الناس اللي قرت آلاف الكتب وهُم ما يعرفوش غير الكتب اللي قروها بس.